أقيمت بطولة الملاكمة الدولية في إسبانيا في 13 من ماي، حيث فازت الملاكمة الشنجانية التي مثلت فريق الصين للملاكمة ماي تي 2 بالميدالية الذهبية للوزن 69 كيلوغرام. وتضم البطولة التي أقيمت في إسبانيا 15 فريقا جاءوا من جميع أنحاء العالم. قام الحزب الشيوعي الصيني في منطقة شينجان ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية مرة أخرى بتوسيع نطاق سياسة الاقتران والاعتراف بالأقارب تحت شعار زيارة الناس وجمع سبل معيشة الشعب وتغيير عقلية الناس والوئام الوطني وإجبارهم على تنفيذ متطلبات الأسر العادية، حيث قام أفراد من الشرطة بزيارات غير منتظمة للبيوت ومراقبة السكان الإيغور والتحكم بالخصوصية الشخصية وتعليم الناس أفكار السياسة الشيوعية. وهذا يبرهن أن سياسة الحزب الشيوعي الصيني مصممة على استيعاب الإيغوريين بشكل كامل تحت مظلة الشيوعية. من المتوقع دخول شهر رمضان للمسلمين في 17 من ماي، وقد حظر على المسلمين في منطقة شينجان الإيغورية ذاتية الحكم تركستان الشرقية التي احتلتها الصين من الصيام كما فعلوا في السنوات السابقة، حيث تقوم الحكومة بمراقبة المسلمين ومنعهم من الصيام والصلاة وتناول السحور والإفطار عن طريق مراكز يطلق عليها مراكز التدريب والتعليم السياسي. خرج مئات الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرات مليونية داخل قطاع غزة والضفة الغربية احتجاجا على قرار الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. وقد اشتبك الجيش الإسرائيلي مع المحتجين السلميين على بعد 100 كيلومتر من السفارة الأمريكية. هذا وأعلن مسؤولون في وزارة الصحة استشهاد ما يزيد عن 50 شخصا من المتظاهرين وإصابة ما يزيد عن 2000 شخص في إطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع. قام الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية للمملكة المتحدة من 13 وحتى 15 من مايو، وقد التقى الملكة إليزابيث الثانية ورئيس الوزراء تيريزا خلال المباحثات التي جرت في لندن. وقد ناقش الرئيس أردوغان سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات هامة كالاقتصاد والتجارة والأمن وآخر التطورات في سوريا والعراق والعمل المشترك على تطوير المنطقة وعلاقات قبرص مع الاتحاد الأوروبي والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عتقاء شهر المغفرة والخيرات، وأن يعيده الله عليكم بالخير والبركة. ليتك دوما قريب، ليتك